يا عمنا والعيال دول اخوات شيكه حد مظبوط. ما كلها مظابيط هنا في الدايره، بحر مسا على اولاد دايرتي، عنوان بلدي الوراق سيتي. يلا يا رجوله شوف اكل عيشك زي ما قلت لك امشي. ما خلاص بقى ياما، قلت لك وانا جاي من الشغل اجيب لك اللي انت عاوزاه. لك يا شيكه بصراحه كده انا شفت حاجه ما ينفعش يسكت عليها. حاجه ايه دي يا مندو؟ خير ياض في ايه؟ احكي لي. بصراحه كده يا عم شيكه كل يوم بشوف اخواتك مع الواد اللي اسمه محمد عيد دوت، وانت عارف اللي سمعته سابقه وما ينفعش اخواتك يقعدوا معاه وبيهربوا من الدروس وبيعلم اخوك على زعران البوظان وبيشربوا شيشه كمان. يا مندو اللي انت بتقوله ده يا مندو، اوعى تكون بتحاور عليا في الكلام، ما انا في الشغل ما اعرفش بيجوا منين ولا بيروحوا فين. طب انت قول لي بس يا مندو، اخر مره شفتهم فين ولا الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان على القهوه، واول لما شافوني راح قايمين ماشيين وجاي بكلم محمد عيد راح حابب فيا. ماشي يا مندو، انت كتر خيرك اول حد كده، ولو على اسمه محمد عيد ده راجل مش غلطان معلوش نوم، انا اللي غلطان عشان مش عارف اقرص على اخواتي. روح انت يا مندو وانا عارف انا هعمل ايه كويس. يلا يا دي عزعرينا، بقالي ساعه مستنيكم قدام باب المدرسه. النهارده هوديكم اليوم بتاع البلاي ستيشن اللي انا قلت لكم عليه، وقلت لكم هوديكم يوم الاحد على اول المدارس. يلا هات الشنطه بتاعتي، حجزت لكم الروم، يلا تعالوا معايا. هو ايه يا جدع انت؟ هو البعيد رخم، ما عندوش دم، ما بيشمش، بقالي ساعه قاعد مستني اخواتي، وجاي انت تاخدهم وتمشي ولا كأنهم اخواتك. ما تهدى يا ابن الحلال، امسكي كده يا بنت يا بسمله، انا اكتر من اخونا يا صاحبي.